بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يلا بينا النهاردة نعمل كده غدا سريع في نص ساعة هنكون خلصنا الأكل مع بعض. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. حطيت كده على النار صينية. حطيت فيها معلقة سمنة كده محترمة. أنا عايزة السمنة تسخن والصينية تسخن كويس جدا. الحلة كمان اللي هنحمر فيها الرز حطيت فيها معلقة السمنة. الفراخ بتاعتي مغسولة ومتصفية كويس. وكنت عاملة فيها فتحات كده. طبعا حطي قطع الفراخ اللي انت حباها، لو هتعملي فرخة كاملة قطعيها 8 قطع برضو. آه، بنحمر بقى الفراخ، انا عايزاها تاخد صدمة، تاخد لون ذهبي. يعتبر كده بتستوي بنسبة 20%. بديها بقى كده شوية فلفل اسمر الاول على الوش. انا طبعا الفراخ يا دوبك غسلاها بس، ما تبلتهاش ولا حاجة في الاول. طبعا مش بنقلب في الفراخ خالص غير لما تبدأ تاخد معانا اللون الذهبي. بحب احط لها كده فصين من الحبهان، لو عندك ورق لورا قرنفل، طبعا اللي انت حابة تحطيه. الرز بتاعنا النهاردة انا حبيت احط له شوية رز كده الاول. بحب احمر شوية رز الاول صغيرين علشان بيدي ريحة الرز الحباية وحباية كده. بننزل على الفراخ كمان برشة من السبع بهارات. يبقى انا حطيت لها فلفل اسمر وسبع بهارات. زي ما انت شايفة بقى الفراخ بدأت تاخد الصدمة، اللون الذهبي الجميل ده. نبدأ بقى نديها تقليبة. طبعا مش بقلب فيها كتير علشان انا مش عايزاها تنزل السوائل بتاعتها، وعلى نار حامية على اعلى عين حطيها. بننزل عليها كمان بقى بالملح المظبوط بتاعها. وبحب احط لها كده كمان معلقة من العسل الاسمر. لو عندك صويا صوص ماشي، انا بالنسبة لي العسل الاسمر بيدي نفس النتيجة، بيدي لون وطعم خطير. الرز بتاعنا طبعا يتحمر. ننزل بقى عليه بالشعرية بتاعتنا. الخطوة دي كده بتدي ريحة خطيرة بجد للرز. جربي الرز بالطريقة دي وهيعجبك بجد، بيبقى تحفة. ما بنزلش بالشعرية غير لما شوية الرز اللي حطيناهم في الأول يتحمروا كويس جدا. الشعرية طبعا بتتحمر على طول، مش بتاخد وقت خالص. في الوقت ده كنت مجهزة مية كده سخنة، علشان طبعا هنزود الرز مية سخنة، والفراخ كمان هنديلها مية سخنة. الفراخ بقى كده خدت صدمة من الجنب التاني، بديلها كمان تقليبة. وفي الوقت ده انا كنت مجهزة الخضار اللي هنستخدمه. طبعا الخضار اللي انت حباه على ذوقك، الخضار المتوفر عندك. عندك بطاطس، عندك كوسة، عندك جزر، اللي انت حباه. الشعرية بتاعتنا بقى كانت اتحمرت. ننزل ببقية الرز بتاعنا. برضو بحب لازم اشوحه تشويحة كويسة كده. خلي الرز يتغلف كله كويس بالسمنة، تضمني ان الرز بتاعك يطلع كله مفلفل، استحالة يعجن منك. بنزل بقى على الفراخ بتاعتنا ببصلاية وقرنين من الفلفل الحار وكام فص توم كده. انا بنزل بالثوم سليم. مش بحب ادقه علشان بناخد الثوم في الاخر نشيله نرميه. زي ما انت شايفة الكوسة انا كنت مقطعاها طبعا طرنشات تخينة، علشان خاطر ما تتهريش. على ما الفراخ تكون استوت تكون الكوسة كمان استوت. الرز بتاعنا بقى اتحمر. ننزل بقى عليه بالملح المظبوط، وبنزل عليه كمان بمكعب من مرقة الدجاج علشان انا ما كانش عندي شوربة في اليوم ده. مكعب مرقة الدجاج بيديله طعم حلو كده. كان عندي في الوقت ده بقى كده صلصة بتاعة مكرونة. طبعا لو عندك صلصة عادية مش متوفرة عندك لو عصير طماطم طبعا هتكون متصفية. هتنزلي برضو عصير الطماطم على الخضار بتاعنا. وننزل عليه بقى كده بحوالي كوباية مية مغلية. الرز كمان حطينا له المية المظبوطة بتاعته. زي ما احنا عارفين كوباية الرز بتاخد كوباية مية. بس بنسيب الرز بقى يتشرب كده، وبعدين نسويه على نار هادية. الخضار بتاعنا كمان بنديله تقليبة. بحب بقى اطلع الفراخ تاني على الوش. الفراخ زي ما انت شايفة واخدة الصدمة الجميلة دي ولونها تحفة. بطلع الفراخ بقى على الوش وبعدلها كده، علشان خاطر انا بحب في اخر 5 دقايق ادخلها تحت الشواية.
طبعا الخطوة دي يعني مش أساسي، هي كده متحمرة واخدة لون تحفة. يعني لو انت حابة تستكفي على اللون ده مش هتحتاج أصلا تدخل الفرن. طبعا بنغطي عليها بقى. زي ما انت شايفة بجد كان شكلها وطعمها تحفة. تقريبا بتاخد حوالي ربع ساعة، ما بتزودش عن ربع ساعة بتكون الفراخ استوت زي ما انت شايفة. بجد كانت تحفة وريحتها كانت قلب الدنيا. انا بقى بدخلها تحت الشواية يا دوبك 5 دقايق بس. زي ما انت شايفة طالعة بالجمال ده. بس كده قدميها بألف هنا وشفا مع رز مع عيش. اتمنى تجربوا الوصفة بطريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.